نتكلم النهارده عن تنظيف البشرة. تنظيف البشرة طبعا انا بيجيلي اتصالات كتير جدا عليها. عايزين ننظف البشرة، عايزين نشيل الحبوب، المسام الواسعة اللي في البشرة اللي مضايقة معظم البنات، الرؤوس السوداء، الحاجات دي. احنا بالنسبة للبشرة اللي احنا بنعملها، التنظيف بتاعنا اللي احنا بنعمله، انا بنعمل بخار، ماسكات، جهاز التراسونيك اللي هو بيشيل الدهون والحاجات اللي على المناخير، وجهاز شفط الدهون. انا بشتغلش بابره يا جماعه. الناس اللي بتيجي بتقول لي عايزه ابره، انا بشتغلش بابره. الابره دي بنحفر، يعني بنعمل تفحير كده في الحبايه. طبعا احنا المفروض ان الحبايه دي ما نلعبش فيها. الحبايه لما بيتلعب فيها بيفضل مكانها ثابت ما بيروحش. التنظيف البشره اللي احنا بنعمله سطحي مش عميق. ما فيش واحده تقول لك ده انا هعمل لك معلش الفيديو فصل مني. انا ما الحبوب لما بنلعب فيها بالابره بنخرم، احنا بنروح نخرم الوش بايدينا. الحبايه المفروض تتشال، يبقى مكانها مقفول، ما اروحش افتح مكانها. اما الرؤوس السوداء اللي في الانف، اللي على الجبهه هنا، على الدقن، الحاجات دي احنا بنشيلها الحمد لله. واكيد في ناس كتير جدا دخلت عندي انا شلت لها الحاجات دي من غير ما تطلب، لانها ما كانتش تعرف ان هي ليها حاجات تتشال. عندي شلتها الحمد لله وانبهروا بالنتيجة بتاعة التنظيف. واحيانا عملتها من غير تنظيف كمان مع الوش عادي. احنا بنعمل للبخار ماسكات، صنفرة، ترطيب، الحاجات دي كلها نضارة للبشرة، نضارة. لكن مش 8 مراحل، مش الكلام ده، لا. يعني انا لما اعمل لك ماسك واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة كده 8 مراحل، لا الكلام ده مش حقيقي. يمكن زمايلي يزعلوا من كلامي، بس انا بحب ابقى صريحة مع الزبون. يا جماعة التنظيف الكيميائي ده تبع دكاترة، مش تبعنا احنا. هو كل واحد زي ما بيقولوا بالبلدي كده، كل واحد دكتور في مهنته. بس في النهاية احنا لينا تخصصاتنا. انا ما اقدرش اروح اعمل تقشير كيميائي للبشرة واحرقها واسلخ جلدها بايديا هنا عندي في المحل علشان يبقى انا قشرت لها البشرة. لا، ده عايزة دكتور، مش تبعنا. احنا التنظيف بتاعنا سطحي مش عميق. تاني حاجة، احنا اهم حاجة الترطيبات. ليه احنا مكسلين عن الترطيبات اللي بنعملها في البيت؟ ترطيب العادي اليومي بتاعنا بتاع بالليل، نرطب البشرة وننضفها قبل ما ننام. الناس اللي بتحط ميك اب، اللي ما بيحطش، لازم البشرة تتنضف بالليل قبل ما ننام مع الحركات الدائرية واحنا بنرطب. انت كده بتعملي كده كده كده، انت كده بتعملي نضارة للبشرة. الترطيب كده كده تمام. طيب الجماعة بقى اللي هم في العمر الأربعينات زي حالاتي كده، يعني 40 ايه، أنا لسه 25. ساعة الترطيب احنا بنرفع لفوق، بنرفع لفوق، بنرفع لفوق، بنيجي عند المنطقة دي كده ونرفع لفوق هنا واحنا بنرطب وبنعمل الحاجات الترطيبات بتاعتنا، بنرفع لفوق كده. تمام. طيب العروض اللي انا بعملها لتنظيف البشره بعملها لما يكون في موسم، يعني الشغل بيبقى كتير، مستاهله ان احنا نشغل الاجهزه والحاجه بتاعتنا. واللي عايز في اي وقت انا تحت امره. نتكلم في فيديو تاني عشان ما نطولش.